انا لما نزلت الفيديو بخصوص الانتخابات وبقول بعد اذنك بستأذنك لو عايز تعمل توكيل المرشح الحالي او الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، او عايز تعمل لاي مرشح تاني جديد توكيل اعمله، بس يا ريت ما تطلبش مقابل. انا ما غلطتش في حد ولا اسأت لحد، بل بالعكس انا بتكلم بكل احترام وبدور على مصلحة البلد ومصلحة المواطنين بصفة عامة. انا ما عنديش مشكله ان انت تترشح مين او انت تعمل توكيلك لمين، بس من غير ما تطلب مقابل او غير ان انت تطلب حاجه شخصيه تخصك. انا معلش انا كمواطن مصري ومئات المصريين بل مئات الالاف من المصريين احنا ما عندناش القدره اللي احنا نتحمل فتره رئاسيه ثانيه مقابل ان حضرتك واخد ازازه زيت، او ان حضرتك واخد كيلو سكر، او ان حضرتك واخد واحده كنز، او ان حضرتك مستني وظيفه من شخص ما ان انت تشتغل عامل في مدرسه او عامل في مستشفى او ايا كان اللي انت عايزه شخصيا. انا ما عنديش القدره ان انا اتحمل خلال فتره تانية مقابل ان حضرتك واخد حاجه ليك انت. احنا بندور على مصلحه البلد، مصلحتنا عامه بصفه عامه، ايا كان هيكون مين المرشح او ايا كان هيكون مين الرئيس، احنا ما عندناش اختلاف مع شخص معين. وحاجه تانية انا بتكلم بصفه عامه، انا بحب بلدي مش بحب شخص. يعني انا لما بتكلم في حاجه بتكلم بحب بلدي، مش معنى ذلك ان الاقي شخص داخل لي في التعليقات وكاتب لي كلمه تحيا مصر فوق ال50 واحده وهو مش عارف نفسه كاتبها ازاي. مصر تحيا بشعبها اللي يكون محترم، وشعبها ان يحترم صوته، وشعبها ان يحترم الشخص اللي هو رايح ينتخبه. انا رايح انتخب الشخص ده عشان خاطر انا مقتنع بالشخص ده، مش عشان خاطر الشخص ده عامل لي حاجه شخصيه تخصني. ومش معنى ذلك ان الاقي ناس كاتبالي في التعليقات انت اخواني، انت مش عارف مين، ناس مدعومين. احنا مش مدعومين من حد، انا بقول رايي بكل شفافيه. انا ما عنديش حد يدعمني، انا راجل على باب الله مسافر بره وبنزل اجازاتي زي اي حد مواطن مصري. ما عنديش القدره ان انا اتحمل ان اي حد يدعمني. انا راجل بقول رايي اللي انا مقتنع بيه، غير الناس تانية بتقول حاجات تانية هي مش مقتنعه بيها. معلش ده اسمه جهل. انت واحد جاهل فكريا مستني حاجه من حد معين عشان يديها لك. انا ما عنديش الحته دي، انا بدور على مصلحه العامه لكل الناس. حاجه تانية، انت لما تكون هترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي او هتعمل له توكيل، حاجه من الاثنين، يا انت شخص مقتنع تماما بالحاجات اللي عملها الفتره اللي فاتت عشان كده انت بتديله صوتك. حاجه جميله لما تكون انت عامل ده باقتناع من غير مقابل. انت لما تكون هتعمل توكيل للرئيس عبد الفتاح السيسي فانت المفروض راجل متأيده وراجل رايح تنتخبه بنفسك، فما تكلفش حد ان هو يعمل لك حاجه ايا كان الحد ده يعمل لك مين. يعني اي حد تبع اي حزب يديك حاجه هي مش جايه لك من الرئيس مباشره، ده جاي لك من اي حد كده عشان خاطر الحد ده ليه مصلحه، فخاطر كده بيعمل لك بيقدم لك الحاجات دي. فانت كده بتكلف ناس عشان خاطر تديهم الحاجه اللي انت عايزها. لو هتعملها باقتناع منك انت انا ما عنديش اي مشكله. كذلك الامر انت لو هتعمل توكيل للمرشح احمد طنطاوي باقتناع منك بالبرنامج الانتخابي اللي انت شفته، دي حاجه برضو كويسه. انما انت هتدي المرشح احمد طنطاوي عشان خاطر حد من الحمله بتاعته اعطيك حاجه شخصيه ليك، لا انا مش حابب كده. تاني، انا ومئات بل مئات الملايين من الناس ما عندناش القدره اللي احنا نطلع تاني ونقول احنا بنعاني من حاجه معينه عشان خاطر سيادتك واخد حاجه شخصيه تخصك انت. وحاجه تانية، ما تجيش بعد اسبوع او بعد شهر. يعني انا في بعض من الناس كاتبين لي كلمه تحيا مصر فوق ال50 واحده واخش على صفحته الاقي الشخص ده من فتره بيشتكي من الاسعار. طب انت بتشتكي ليه؟ انت بتشتكي ليه لما انت شايف ان كل حاجه كويسه بالنسبه لك ورايح تكتب لي تحيا مصر فوق ال50 واحده؟ تحيا مصر ده دي مش كلمه وخلاص، ده تحيا مصر لما تكون انت شخص بتحب بلدك بجد، مش بتعمل حاجه عشان خاطر مقابل حاجه شخصيه. وحاجه تانية، انا واحد مسافر بره انا بدعم بلدي. انت واحد نايم معلش مع احترامي في اللفظ نايم على سريرك ومعاك باقتك حد شاحنها لك عشان خاطر كده بتهاجمني في التعليقات ومش عامل اي حاجه لبلدك. فده ما يدلش انت انسان وطني. انت لو انسان وطني بجد هتشتغل وتقول رايك بحريه، مش بحد تاني يوجهك ان انت تقول كده. في تعليقات تانية من صفحات كتيره، واحد شايفه كاتب انا بايد احمد طنطاوي، ده رايه وان نحترمه جدا. زي ما في ناس بتكتب احنا ندي صوتنا او نعمل توكيل للرئيس عبد الفتاح السيسي، ده برضه رايه ونحترمه جدا، لازم نحترمه. في حد تاني بيعمل توكيل لاحمد طنطاوي، ده لازم نحترمه. ملاقيش بقى ناس صفحات انا شايفها جديده لسه ما عداش عليها اسبوع وداخلين يهاجموا الراجل اللي هو كاتب انا بايد احمد طنطاوي. ليه؟ انت كده مش ماشي بدماغك. انا عايز كل واحد يقول حاجه يقولها عن اقتناع، وتكون انت مقتنع باللي بتقوله وتكون مقتنع باللي انت بتعمله عشان خاطر ما تغرقش ناس تانيه بقابل ان حضرتك واخد حاجه ليك شخصيه. انتبه جدا ان في يوم من الايام هتحاسب قدام ربنا على كل حاجه بتعملها. بلاش تبدي مصلحتك الشخصيه على مصلحه العامه بتاع الشعب كامل. ربنا يوفق
من يصلح، وربنا يوفق الشخص اللي هيكون هو رئيس قادم ايا كان هيكون مين. بس يا ريت نكون دقيقين جدا في كل حد احنا هنختاره ونخليه في يوم من الايام يكون رئيس جمهوريه لبلدنا، عشان الحاجات دي بتترتب عليها حاجات تانية كتير خلال فتره انتخابيه كامله. بلاش تزايدوا على حب الناس لبلدها، وبلاش تشككوا في حب الناس لبلدها، وبلاش تزايدوا على الناس وتقولوا لهم انتم مش مصريين. كلنا مصريين وكلنا بنخاف على بلدنا، بس احنا بنقول كلمة حق هنتحاسب عليها. بلاش تاخد حاجة مقابل اللي انت تغرق ناس تانية عشان خاطر مصلحتك الشخصية. السلام عليكم، اشوفكم على خير.